السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن أزمة الفنان والمطرب والنجم محمد فؤاد، مع اللي حصل له في المستشفى، وإن أخوه كان عنده جلطة وخده ووداه على أقرب مستشفى. فقبل ما نتكلم على أي حاجة تعال اسمع معايا الفيديو ده وبعد كده أرجع لك تاني. ده خطر على المرضى. اخويا اهو جاي بجلطه وده مش عايز يعمل حاجه. قليل الادب محمد فؤاد قدامه بيشتمه. طبعا كلنا شفنا الفيديو وشفته، والدنيا بحالها السوشيال ميديا كلها بتتكلم على النجم محمد فؤاد ان كان مودي اخوه المستشفى. وخلينا متفقين بقى ان جميع المستشفيات سواء خاصه او مستشفيات حكومي بيحصل فيها تجاوزات ومن بعض الدكاتره. اللي ما حصلش معاه تجاوز حصل مع قريبه، حصل مع اي حد صديقه، اي حد جاره. بس خلينا متفقين ان بيحصل تجاوزات كتير من بعض الدكاترة، وحتة الكبر ده في بعض الدكاترة انك تكون مشفق على ان اخوك او حد قريبك تلاقيه المستشفى مثلا حصل له اصابة او دم او جلطة، فبتبقى يا عيني عايز تتك على الزرار، يعني تخلوهم يسعفوه بسرعة. الدكاترة لا حياة لمن تنادي، دي حقيقة ولازم نعترف بها كلنا، ما فيش جدال فيها. اقسم بالله العظيم شفت برؤية عيني انا بعض الدكاترة كنت بغيث حد معين، فلقيتهم ولا حياة لمن تنادي، وبقول له الراجل بنزف، الراجل كذا او الراجل الحاجه، ما فيش. فين وفين لما جالي بعد نص ساعة او ربع ساعة او بعض الوقت، يعني جالي بعد خراب مالطا. يعني خلينا متفقين بس ان ده حصل. مبدئيا تاني مرة بقول انا متعاطف مع الفنان محمد فؤاد، لانه مهما كان اخوه جاي عاوز يسعفه بسرعه جلطه، والجلطه دي طبعا الدقيقه بتفرق او الفيمتو ثانيه بتفرق، اللحظه بتفرق انه يغيته. والدكتور اللي سمعنا كلام حتى نقيب المهنه الموسيقيه طلع اتكلم وقال لك ان الدكتور كلم محمد فؤاد بكل عجرمه وكل كبر وكل تكبر، قال طلعوا البتاع ده بره على محمد فؤاد. يعني فخليك متواضع، غيت الناس. ده انت حتى اسمكم ملائكة الرحمة، يعني ملائكة الرحمة بتغيتوا الناس. فبلاش سنة العجرمة وسنة الكبر ده، واحترموا آدمية الناس واحترموا الناس الغلابة عامة. انا بتكلم عامة مش على محمد فؤاد. عامة لما تلاقي واحد غلبان جاي ابنه واخوه عاوز تسعفه تعبان، غيته ما تعرفش ظروفه ايه. انت بقى لا حياة لمن تنادي. وطبعا كلنا شفنا الفيديو، شفنا محمد فؤاد وهو بيشتم الدكتور. طبعا الشتيمه احنا كلنا ضد الشتيمه وضد الالفاظ البذيئه، بس انا متضامن معاه ليه؟ لانه في الاول والاخر هو اخوه، وفي الاول والاخر هو مريض. غيته التمس له عذر. سيدنا محمد بيقول التمس لاخيك المسلم عذرا من 70 عذر، فان لم يكن لك عذر فان لم يكن لك عذر فالتمس له عذرا من عندك. ده اخوه جه تعبان جات له جلطه تقريبا وغيته، يعني التمس له عذر، وفر له كل الامكانيات انك في لحظه ممكن الجلطه تدمره، تسبب له شلل، توقف اي اعضاء جسمه. فدي النقطه اللي عايز اتكلم فيها. انا متضامن مع الفنان محمد فؤاد قلبا وقالبا. وخلينا متفقين انه كتير من الفنانين ممكن يكون عندهم نزعه الكبر ونزعه الغرور، بس كلنا عارفين مستشفيات الحكومه وخصوصا الطوارئ الدكاتره بيعاملوا الناس ازاي. ولو انت ما شفتش ده بعينك اسال معارفك واصحابك. الدكاتره بتوع الطوارئ بيعاملوا الناس ازاي، وبيعاملوا الاهالي ازاي، المريض ازاي، وشكل الامن بيعامله ازاي. ولا مش هننكر كل ده حصل فعلا. وفي ناس بتتدخل تضرب الدكاتره، لكن من الافتراء بتاعهم واهمالهم المريض احيانا بالمريض بيموت. خلينا متفقين بس ان الدكاتره بيعاملوا المريض بطريقه غير ادميه عشان نكون متفقين بس. والمريض جاي حد معاه عاوز يغيته وعاوز يسعفه، انت بقى تخلي عندك يعني نخوه وتخلي عندك انسانيه برضو. خلي عندك الناس تغيته بسرعه وتسعفه بسرعه، لان الدقيقه مع المريض خصوصا مريض الجلطه دي بتفرق معاه 1,000,000%. والدكاتره عارفين طبعا الكلام ده. فيعني مش عارف انتوا بتتعاملوا مع الناس في الطوارئ ازاي. والله العظيم شفت قدام عينيا لما رحت مع حد في الطوارئ بالليل ندور على دكتور في مستشفيات الحكومه
والله نايمين ولا حد بيسأل الا من رحم ربي. في ناس كويسة جدا والله، مش هقول كل المستشفيات، في ناس برضو ناس كويسة جدا برضو للأمانة، والله للأمانة في ناس كويسة جدا، بس برضو متفقين وخلينا متفقين كلنا ان في اهمال في الطوارئ، والدكاترة بناموا وما بنشوفوش حد يغيث المريض الا بعد خراب ملطة. فدي اللي حبيت انوه عليه واكد عليه، ان مهما كان الفنان محمد فؤاد اتعصب عليه، الدكتور برضه في نفس الوقت برضه قال لي ادبه عليه مره واثنين وثلاثه، وقال طلعوا البتاع ده بره، ومش البتاع ده بره، هو البتاع ده مش مصر زينا. انت بتشتم الراجل ليه؟ ما تغيته واسعفه. امال اسمكم ملائكه الرحمه ليه؟ ولا ملائكه الرحمه كده من هباء وخلاص؟ انت مش بتاخد مقابل مادي، وبتاخد مقابل مادي ضخم كمان على مهنتك ديت، بتاخد مرتب شهري، يبقى اعمل بمرتب شهري بتاعك ده. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هتنسال يوم القيامه على المهنه بتاعتك، اذا كان تماطلت فيها وغنمت في النبطشيه بتاعتك وفي حاله الطوارئ بتاعتك هتحاسب عليه، واذا كان بقيت كويس واسعفت الناس وطبطبت عليهم. المريض ديت حد جاي ميت، طبطب عليه وطبطب على اهله وبس فيهم روح الامل كده، مش تتكلم بعنجره وكبر وغرور وكده. مش هطول عليكم، فحبيت اقول نبذه مختصره عن اللي حصل يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.